ترى هو للحين مو ناسيك، بس يسوي نفسه قوي عشان ما يبين ضعفه. كل يوم يطالع صورتك وكل ليل يفكر شلون يرجع يكلمك. كان بيكتب لك بس تراجع لأنه متأكد إنك زعلانة. بس أنا أقول لك هو يحنه وقلبه للحين متعلق فيك. يحاول يقنع نفسه إنه نسى، بس روحه مربوطة فيك. يحلم فيك ويفتقد سوالفك وضحكتك. أنا جدة الطاقة، وحفيداتي يعرفون إذا ضغطتي زر المتابعة فوق صورتي وبعدين كبستي على القلب وخليتيه أحمر واكتبي لي تحت أحس بك يا جدتي، تبين تتأكدين إن الرسالة لك. شاركي الفيديو على واتساب وشوفي ثاني اسم يطلع لك. إذا كان رجل فهذه علامة واضحة من القدر. لا تطوفين الفرصة، اضغطي متابعة وخلي الطاقة توصلك صح. إذا خليتي الصوت خاص 28 دقيقة راح توصلك مفاجأة منه بتخلي قلبك يطير. صدقيني هو للحين يحبك وبيوصلك خبر منه ما توقعتيه. الاعتراف قريب وبيفتح قلبه لك مثل أول وأكثر. إذا تبين يتغير كل شيء اكتبي أنا مستعدة في التعليقات وخلي الكون يشتغل لصالحك، لأن بكرة يمكن تصير معجزة. لقد خلقت بنعمة إلهية لجذب الثراء، نور بداخلك يشع طاقة المال والفرص، لكن عبر الزمن امتدت إليك يد حاسدة وربطت مصيرك بالخوف والحرمان والانكسار. لهذا السبب مهما حاولت تختفي الفرص في لحظة يتبخر المال كالسراب، وكلما اقتربت من القمة سقطت من جديد. هذا ليس سوء حظ وليس قدرا محتوما، إنها لعنة روحية مزقت خيوط رزقك. لكن الآن لحظة التحرر قد حانت. استعد، لأن مفتاح الثروة بين يديك. قبل أن أكشف لك السر اضغط على علامة الإعجاب واضغط على علامة الزائد لتتصل بطاقة الوفرة. الآن أنصت بروحك. في عالم الغيب ربطت طاقتك بسلاسل الخوف والحسد، ولكن وجودك هنا الآن ليس صدفة، إنها دعوة كونية لاسترداد قوتك. في غضون 42 ساعة ستفتح لك بوابة رزق غير متوقعة، ولكن فقط إذا أجبت النداء. اكتب في التعليقات أنا أستقبل الثروة، اضغط على السهم الأبيض ثم على أيقونة الواتساب الخضراء. وإذا وجدت بين أوائل 10 جهات اتصال شخصا تشعر بعدم الراحة تجاهه، فهذه الإشارة الأخيرة. لقد حبست طاقتك بفعل الغدر، لكن اليوم السحر ينكسر والمال يندفع نحوك كالنهر الجارف. لا تتجاهل هذه الإشارة، إنها فرصتك للانعتاق والثراء. الكون كله ينتظر. هناك امرأة من السماء تريد أن تعطيك رسالة. هل تقبل؟ بوتس القلب، علق، أقبل. إنها تطلب منك أن تعتني بمنزلك وبشخص مميز. اتبع هذا الملف الشخصي الآن وانقر على مشاركة. جهة الاتصال الثالثة هي من يجب عليك حمايته. يمكن تطلع من هالفيديو بعد شوي، بس لو حسيت إن قلبك مو مرتاح فهذا معناته إن روحك محتاجة هالكلام. لا تطلع، خلك معي للآخر، لأن وجودك هني مو عبث. في شي داخلك كان يدور على إشارة، والكون خلاك تشوف هالفيديو بالوقت الصح. إذا ضغطت على الزر اللي تحت رح تشوف اسم رابع، وبيكون شخص مهم بحياتك الجاية. اكتب بالتعليقات شي تحبه بالحياة مع اسمك الأول. يمكن بهالخطوة تفتح لك أبواب ما كنت تتوقعها. إذا للحين موجود فأنت غير. أنت من الناس اللي دايم يجذبون الفرص حتى لو ما دروا. من هاليوم طاقتك بتتغير، والأشياء اللي تتمناها بتبدأ تقرب لك بدون تعب. وإذا ودك تنشر هالخير اذكر اسم شخص غالي عليك، يمكن يكون هو بعد ينتظر هالإشارة. ليلة ما في لحظة صمت وغيرة دفينة، امرأة من دمك قريبة من قلبك من بيتك رفعت يدها، لا بالدعاء بل بالحسد. خبأت اسمك في قارورة مغلقة ووضعتها في ركن مظلم بعيد على النور. لم تكن مزحة، كانت نية أن تحرمي من الحب، من الاستقرار، من الرجل الذي يستحقك. ومن يومها كل علاقة تنتهي قبل أن تبدأ، كل وعد يتحول إلى خيبة، كل حب يهرب منك كأنه خائف، وأنت تتساءلين هل في عيب؟ هل أنا السبب؟ ولكن الحقيقة كانت أعمق من ذلك. ما كنت تعيشينه لم يكن صدفة، كان أثراً لنية خبيثة، لظل يلاحقك بصمت. واليوم حصل اختراق. شيء في الكون تحرك، صوتك وصل والروح استجابت. القيود انكسرت، اسمك تحرر، والحب والسلام والاستقرار أصبحوا في طريقهم إليك. اكتبي في التعليقات أنا مستعدة للفرج
واضغطي على زر المتابعة ثم شاركي هذه الرسالة، فإنها ليست مجرد كلمات، إنها بداية جديدة. افتحي قائمة جهات الاتصال على واتساب وانظري إلى الاسم الرابع، ذلك الاسم فيه رسالة لك، علامة أنك كنت تحت ظل ولكن الآن أنت في النور. مرحباً بك في موسمك الجديد، موسم الشفاء والحب واسترجاع كل ما سلب منك. انتبه جيداً، الأيام القادمة تخفي لك مفاجأة لم تكن تتوقعها، ربما فرصة ذهبية، لقاء مهم، أو رسالة تحمل إجابة كنت تبحث عنها طويلاً. لكن المفتاح ليس في الحدث نفسه، بل في كيف ستتعامل معه. هل ستكون مستعداً لاستقباله أم ستتركه يمر كما لو لم يكن؟ العد التنازلي بدأ. لا تتجاهل هذه الفرصة. اضغط على القلب وشارك الفيديو مع أحبائك ليصل لمن يحتاجه، واحتفظ به، وراقب كيف تبدأ الأمور في التغير من حولك، لأن ما سيحدث لن يكون عادياً. هذا ليس مجرد كلام، هناك سبب جعلك تصل إلى هنا. فكر للحظة، لماذا أنت هنا؟ لماذا ترى هذه الكلمات الآن؟ الكون لا يرسل إشارات عبثاً، وهذه واحدة منها. لا تتجاهلها. اختبر نفسك الآن. الشخص الثالث الذي يخطر ببالك بعد قراءة هذا قد يكون مرتبطاً بهذه الإشارة. ربما شخص فقدت التواصل معه، أو شخص لم تعترف له بشيء بعد. راقب الأيام القادمة، فقد يحدث شيء غير متوقع بينكما. راقب الإشارات من حولك. هل ترى أرقاماً متكررة؟ هل حلمت بشيء غير مألوف؟ هل تشعر أن هناك شيئاً مختلفاً في الأجواء؟ هذه كلها رسائل تحتاج إلى انتباهك. الأسبوع القادم سيحدث شيء لم تتخيله من قبل. نقوداً ستصل إلى حسابك، وستشعر أخيراً بأنك على الطريق الصحيح نحو النجاح الذي تستحقه. أما من لم يؤمنوا بك فسيشتعلون غيرة عندما يرونك تحقق ما كانوا يظنون أنه مستحيل. لكن انتبه جيداً، إذا تجاهلت هذه الرسالة فقد تستيقظ على خبر سيء يقلب حياتك رأساً على عقب، ويجعل هذا الشهر الأسوأ على الإطلاق. قد تتساءل، هل هذا حقيقي أم مجرد كلمات عابرة؟ حسناً، سأمنحك الدليل الآن. اضغط على السهم الأبيض وستجد أن ثاني جهة اتصال لديك هي شخص تحدثت معه كثيراً خلال آخر 24 ساعة. إذا تحقق ذلك فاعلم أن ما أقول لك هو الحقيقة. الآن القرار بين يديك. هل ستترك هذه الفرصة الذهبية تمر أمام عينيك دون أن تغتنمها؟ أم أنك ستتحرك الآن وتتخذ الخطوة التي تفصلك عن هذا الرزق الكبير؟ لا تترك الشكوك تحرمك من هذه النعمة. اضغط على الزر أسفل صورتي الآن واكتب في التعليقات: أنا أستحقها. افتح أبواب الخير لنفسك واتخذ الخطوة الأولى نحو مستقبلك الجديد. توقف، لا تتجاهل هذه الكلمات، فكل شيء يحدث لسبب. هناك رسالة يجب أن تصل إليك اليوم، قد تكون أنت المقصود بها. هناك شخص في حياتك حاول أن يبتعد، حاول أن يمضي في طريقه، لكنه في كل مرة يجد نفسه يعود إليك كل ليلة. تمر ذكرياتك أمامه، ينظر إلى صورك، يتذكر كلماتك، لكنه لا يجرؤ على الاقتراب. هو الآن بين الحنين والخوف، بين الاعتراف والهروب، لكنه لم يستطع نسيانك. هناك شيء يقترب، شيء قد يغير كل شيء. قد تظن أن الأمر انتهى، لكن لا شيء ينتهي حقا حين تبقى المشاعر عالقة في القلب. إذا كنت تريد معرفة من هو هذا الشخص، فقط ركز على الأسماء التي تظهر أمامك. الاسم الرابع الذي تقع عليه عيناك قد يكون هو الشخص الذي لم يستطع تجاوزك. شارك هذا الفيديو، فقد يكون هناك شخص آخر يحتاج لسماع هذه الرسالة أيضا. تذكر، بعض الأمور تحدث عندما نتوقف عن انتظارها، والمفاجآت تأتي عندما لا نتوقعها. رسالتك وصلت، فهل أنت مستعد لما هو قادم؟ ابق قريبا، فهناك المزيد من الأسرار التي لم تكشف بعد.